السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. تعالوا النهاردة يا غالية نعمل النهاردة مع بعض أكلة اقتصادية موفرة جدا والطعم اللهم بارك. أنا متأكدة ان انتي لو جربتي الوصفة دي هتنول إعجابك. دي أكلة أمي الله يبارك لي فيها ويحفظها لي يا رب، كانت دايما تعملها لنا واحنا صغيرين، كنا بنعشقها عشق كده. فتعالي يلا نعمل الوصفة. معايا نص كيلو من الكبدة، وبصلاية كبيرة مقطعاها مكعبات صغيرة، ومعايا قرن فلفل، يعني فلفل احمر على اصفر حسب الرغبة، فلفل الوان. وبعد كده معايا وok على النار، هحط فيها زيت واسيبه يسخن جدا، لازم يسخن معايا جدا. واحط الكبدة وافردها كده واسيبها لغاية ما تاخد لون، ما اقلبهاش خالص علشان ما تنزلش معايا السوائل اللي فيها، وتفضل محتفظة بالفايدة بتاعتها. وهنا اول ما تاخد لون هبدأ اقلبها زي ما احنا شايفين مع بعض، ما نزلتش مية خالص. هجيبها بقى على جنب كده، وبعد كده انزل بالبصل. هديله تقليبة لغاية ما يدبل معايا. ولو وصلت لغاية هنا معايا في الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك وكومنت زي جميل زيك عشان يوصلك مني ان شاء الله كل جديد، وتفعلي الجرس اللي جنب الاشتراك، اعملي الكل علشان يوصلك كل ما انزل فيديو، يوصلك ان شاء الله اشعار ان انا نزلت فيديو. واتمنى تشوف الفيديو للاخر، الفيديو مش طويل خالص. هقلب البصل مع الكبدة اول ما يتبل معايا، وبعد كده ابدأ انزل بالفلفل. اول ما نزلنا بالفلفل هنديله تقليبه، وبعد كده نحط البهارات عشان مش عايزه الفلفل يدبل معايا، عايزاه تحتفظ بالقرمشه بتاعته. معايا معلقه صغيره من الفلفل، معلقه كمون، معلقه بصل بودره، ومعلقه توم بودره. وهحط الملح، طبعا الملح حسب الرغبه. هديها تقليبها وخلاص كده هطفي عليها. اول ما اشم ريحه البهارات طلعت معايا هطفي عليها، وخلاص كده هي استوت ما شاء الله معايا. ويلا بينا نبدا الرز، نعمل مع بعض الرز. معايا حله على النار، هنزل فيها بشويه حلوين من الزيت، حوالي 3 معالق من الزيت، ومعلقه من الزبده مش كبيره قوي. ومعايا بصلايه ناعمه بشراها ناعم جدا زي ما احنا شايفين مع بعض، هحطها واسيبها تتبل معايا، يعني تدبل معايا مش هتاخد لون خالص. وبعد كده هنزل بالبهارات اللي هي عبارة عن معلقة كبيرة بهارات كبسة، معلقة بصل بودرة، معلقة فلفل، معلقة كمون، كل حاجة معلقة صغيرة، ما عدا بهارات الكبسة معلقة كبيرة عشان يدينا اللون اصفر جميل كده وطعم جميل في الرز ان شاء الله. هو ده يعتبر طريقة الرز الكبسة شوية، بس عاملينه بالرز المصري عشان تبقى الاكلة معانا اقتصادية. قلبها كده لغايه ما اشم ريحه البهارات. ولو وصلت لغايه هنا ما تنسيش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتذكري الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. وطول ما انت واقفه في المطبخ يا حبيبه قلبي اذكري الله وصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اشحني قلبك كده بذكر الله، وربنا ان شاء الله يحسن ما بين ايديكم جميعا ان شاء الله. هنا حطيت الرز وهبدا اشوح فيه. تستعجليش وتحط المية على طول، لازم تشوحي الرز كويس جدا وتنشفيه من المية تماما، يبقى بيخبط في الحله كده من كتر ما هو نشف معاكي. متستعجليش خالص وتحطي الميه عشان الرز يطلع معاكي مفلفل وجميل كده ان شاء الله. وهنحط معلقه من الرز من اسفه من الملح، وهنقلبه. ومعايا هنا جزريه كبيره بشراها، طبعا بتدي طعم جميل جدا للرز وشكل جمالي كده. وهديها تقليبه. ولو عايزين اي اكله قولولي وانا ان شاء الله باذن الله هعملها معاكم. لو عايزين اكلات اقتصاديه اكتر قولولي برضو في الكومنتات وهعملها معاكم باذن الله. هنا حطيت الميه سخنه، طبعا حسب كل واحده عارفه الرز بتاعها بياخد قد ايه، بس هو بتبقى الميه
اكتر من العقلة. لو مية سخنة يدوبك بيغطيه كده، وتهدي عليه النار تماما، وتحطيه على نار صغيرة هادية خالص هادية خالص، وعلى العين الصغيرة زي ما احنا شايفين مع بعض. ما شاء الله اللهم بارك، طلع معايا مفلفل مش معجن خالص. يعني لو الرز بيعجن معاكي ما بتعرفيش تظبطيه، امشي على الطريقة ديت ان شاء الله، وهو هيطلع معاكي اللهم بارك زي ما احنا شايفين مع بعض. هبدأ هنا اغرف. معايا طبق غويط، او معايا لو عندك اللي هو شكل الوردة هتقدري تعملي بيها برضه، هتدي شكل جمالي للطبق. حطيت شوية من الكبدة تحت، وبعد كده ابدأ املي الطبق رز. وتعملي بقى جنبه شوية سلطة، شوية بطاطس محمرين، شوية يعني شوية مخلل. اللي موجود عندك في التلاجة طلعيه، مش لازم تكلفي نفسك، وتطلعي برضو اكل شكله جميل على السفرة زي ما احنا شايفين مع بعض. ما شاء الله الشكل اللهم بارك. وهنا كنت عملت طبق سلطة وقدمته بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه. وربنا يحسن ما بين ايدكم جميعا، اللهم امين. واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، وما تنسوش اللايك وكومنت والاشتراك عشان يوصل لكم مني ان شاء الله كل جديد. واترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله.